لقاء خاص. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامجكم لقاء خاص. ضيفي وضيفكم اليوم لاعب أنيق جدا وازداد إناقة على شاطئ خليجي 15. ضيفنا اليوم لاعب الأهلي السابق والمدرب الوطني الحالي الكابتن صالح المحمدي. كابتن صالح، مساء الخير ونرحب فيك عبر إذاعة UFM. مساء الخير ومساء النور لك أخوي ضيف الله والسادة المستمعين. وبهذه المناسبة أحب أبارك لإذاعة UFM الإذاعة المميزة بمناسبة مرور 5 أعوام، وأتمنى لها مزيد من التوفيق والتألق دائما. يعطيك العافية. شكرا لك والله كابتن صالح المحمدي. يعني خلينا نبدأ معك السؤال التقليدي اللي يمكن الكل يعني سؤال فيه والكل يعرف السؤال التقليدي، إنه صالح محمدي بدايته لكرة القدم وكيف التحقت بالنادي الأهلي كابتن صالح؟ طبعا بدايتي كانت عن طريق الشباب الأهلي، بداية التحاقي في النادي الأهلي. طبعا أشرف علي في تلك الفترة مدربين قديرين مثل الكابتن أحمد الصغير رحمة الله عليه، والكابتن صالح مسمار رحمة الله عليه، والكابتن معتمد خوجلي، والكابتن أيمن كنو. هذول المدربين كانت بداياتي معهم، بداية تسجيلي في النادي الأهلي. بعد كذا أنا لعبت موسمين درجة شباب وصعدت للفريق الأول، وكانت بداية انطلاقي مع الفريق الأول مع المدرب البلجيكي المدرب لوكا. فكانت هذه بداياتي بشكل مختصر مع النادي الأهلي. كنت يعني تستحق أن تمثل الفريق الأول، يعني عمريا أنا أتكلم وليس فنيا، ولا أنه كان يعني موهبتك وتقديمك من مستويات أهلتك أنك تلعب في الفريق الأول صالح؟ شوف، في تلك الفترة كان ما كان في الدوري الأولمبي أو الفريق الأولمبي. نعم. كان فريق الشباب، وبعد الشباب الصعود للفريق الأول، وكان يا إنك تثبت نفسك وتلعب أو إنك تنسق. فكان في ضحايا كثيرين ونجوم كثيرين راحوا ضحايا في تلك الفترة بسبب عدم بروزهم بشكل كبير مع الفريق الأول. ما كان فيه دوري أولمبي أو فريق أولمبي، وكان العدد يكون كبير مع الفريق الأول، فمن الصعوبة إنه النجم يبرز مع الفريق الأول بشكل كبير. لكن والله الحمد، أنا لما صعدت فريق أول بعد دوري الشباب كانت بعد توفيق الله عز وجل من اللاعبين اللي كان عليهم الاختيار من المدرب لوكا ومن القائمين على الفريق الأول في تلك الفترة. وإحنا يمكن صعدنا فريق أول مجموعة كبيرة، ولكن ما استمر مع الفريق إلا عدد قليل. ومو بس في الأهلي، يعني أيضا كذلك قيس عليها في الأندية الثانية. في لاعبين كثير كانوا لما يصعدوا من درجة شباب للفريق الأول في لاعبين كثير ما يأخذوا فرصتهم بالشكل الكافي، ينسقوا من أنديتهم ويروحوا ضحايا. يعني طبعا صالح، يعني أنت وعندما يعني أول التحاق لك مع الفريق الأول، يعني كان هناك نجوم كبار صالح في الفريق الأول. يعني يمكن لو تذكرتني من أحد النجوم، يعني خالد مسعد، شلية، يعني حسين، إبراهيم، سويد، أسماء كبيرة جدا يعني متواجدة في الخارطة. يعني أنت كيف كان شعورك كابتن؟ أكيد أنا أول ما صعدت فريق أول يعني كان في سيل من الإحباطات من الكلام ومن الصعوبة أنك تقدر تلعب في ظل وجود هذا الكوكب من النجوم اللي ذكرتهم. يعني أنا لما صعدت فريق أول كان متواجد خالد مسعد نجم كبير، وخالد قهوجي، وكان موجود إبراهيم سويد، وكان موجود حسين القوزي، كان موجود محمد شلية، حسين عبد الغني، طلال المشعل، عبيد الدوسري، سعد الدوسري رحمة الله عليه، نايف القاضي إذا ماني غلطان، في القاضي. لكن أتكلم على لاعبين المراكز اللي أنا ألعب فيها تحديدا في وسط الملعب. كان من الصعوبة أنك تقدر تلعب في ظل وجودهم مثل هذه الأسماء من أيضا اللاعب فوزي الشهري، فهد الزهراني. فكان في نص الملعب فيه لاعبين مميزين في الأهلي وفي المنتخب السعودي. كان من الصعوبة أنك تقدر تلعب في ظل تواجد أو أنك تكون تمثل الفريق مع هذه الأسماء. لكن والله الحمد مع الجد والاجتهاد
الاجتهاد وأيضا الطموح والرغبة والحافز الكبير اللي يكون عند اللاعب، يعني يستطيع يتجاوز كل العوائق اللي تواجهه إذا كان اللاعب فعلا يمتلك رغبة ودافع كبير. والله الحمد قدرت يعني أن أثبت نفسي مع هذه الكوكبة من النجوم. يعني كابتن، تتذكر أول مباراة لعبتها أساسية ولا حتى لو بديل يعني؟ أكيد، أنا يمكن أول مباراة كانت ضد الهلال في الرياض في الدوري. أذكر النتيجة كانت 2-1 للأهلي. نزلني المدرب لوكا الشوط الثاني كبديل، فكان أول كورة لي قطعت الكورة من الكابتن يوسف الثنيان وعملنا هجمة مرتدة وسجلنا الهدف الثالث للأهلي. فطبعا أنا لما نزلت المباراة وأنا من الناس قبل يعني أبدأ مسيرتي في اللعب كنت أعشق يوسف الثنيان وأحب اللاعب هذا، إمكانياته الكبيرة العاب. فلما صار الموقف في الملعب لما إني أقابله، فكان عندي حافز ودافع كبير إني أنا أقدم نفسي قدام هذا النجم الكبير. وكان أول كورة لي أتذكرها قطعتها من يوسف الثنيان ولعبناها الهجمة مرتدة وسجلنا منها الهدف الثالث، وانتهت المباراة 3-1 للأهلي في الرياض. هذه كانت أول مشاركة لي. بعد كذا طبعا المدرب لوكا كان يستخدم معايا أسلوب وكلمني شخصيا فيه، كان يقول لي السنة هذه أنا أبغى أجهزك للموسم القادم، فأنت خليك معايا واشتغل معايا في التدريبات، خليك يعني منضبط وحريص، ووقت ما احتاجك أنا حنزلك، لكن أنت اعتبر نفسك من الموسم القادم حتكون أنت ورقة ثابتة معايا. وفعلا أنا كنت هذاك الموسم كله بنزل بديل. الموسم اللي بعده يعني بدأت انطلاقتي وبدأت يعني أحط رجلي على المستطيل الأخضر بشكل كبير مع المدرب لوكا ومع النادي، وأيضا من خلالها تم استدعائي للمنتخب. يعني أنا على الصعيد الشخصي محقق 4 بطولات مع النادي وبطولة مع المنتخب في موسم واحد. المحمدي صالح، إبراهيم السويد، هل يلجأ الفريقان إلى تهدئة اللعب والحذر والعودة إلى أقبال المناطق الخلفية، أم يستمر الوضع والتقدم الهجومي؟ عموما كرة ملعوبة على رأس 18، يتقدم المحمدي داخل 18 يمرر، الله جول صالح المحمدي. هدف بالفعل في وقت صعب، وهدف صعب هو الآخر في طريقته، في طريقة تسجيله، في طريقة الوصول به إلى الشباك. صالح المحمدي الهدف الثالث للأهلي. صعبة في مثل هذا الوقت بالفعل، ونجح الأهلاويون في تعديل النتيجة ونجحوا في التقدم الجديد. يا ريت يعني بس خلي مستمعينا يعني يعرفون صالح البطولات يعني اللي مع النادي. أنا طبعا أنا بديت بطولة الصداقة اللي كانت سابها، يعني كانت بداية انطلاقتي. وبعد كذا كأس الاتحاد اللي هو الآن مسمى الحالي كأس الأمير فيصل، نعم. رحمة الله عليه، حققنا البطولتين هذه. بعد كذا اتجهنا لعبنا بطولة الخليج للأندية في البحرين، كان مستضيفها نادي المحرق بحريني، وحققنا البطولة. فهذه 3 بطولات يمكن بظرف 4 شهور أو 5 شهور. وكل هذه أنا كنت أشارك فيها بشكل أساسي. بعد كذا تم استدعائي للمنتخب وشاركت مع المنتخب كأس الخليج 15 وحققته مع المنتخب ولله الحمد. بعد كذا كنا أيضا منافسين على الدوري وكأس ولي العهد. حققنا بطولة كأس ولي العهد من أمام الاتحاد، كانت 2-1 جدة، ولعبنا أيضا نهاية الدوري، ولكن ما حلفنا الحظ بتحقيق الدوري. لكن هذه كلها 4 بطولات كانت في الموسم وبطولة مع المنتخب، فكان يعني موسم استثنائي، يعني موسم استثنائي مع بدايتي، يعني بداية انطلاقتي مع الفريق الأول. طبعا أنت ذكرت أنه المنتخب وخليجي 15، يعني صالح يعني الكل يمكن خلينا نقول على مستوى الخليج عرف صالح المحمدي خليجي 15، حتى قدمت مستويات كبيرة، وكنت أحد الأسباب في حصول المنتخب السعودي على اللقب أمام المنتخب الشقيق القطري بتسجيلك الهدف اللي لا ينسى يا صالح. أكيد هو طبعا هذا الهدف
عزيز على قلبي، لأنه هدف يمكن عرف الجماهير السعودية والخليجية والعربية بشكل عام صالح المحمدي، ويعني أعطاني الشهرة الأكبر على مستوى الخليج وعلى مستوى العالم العربي. يعني في البدايات كان جمهور الأهلي هو اللي يعني يعرف صالح، لكن هدفي مع المنتخب كان بصمة لي على مستوى الكرة السعودية بشكل عام، ولله الحمد. يعني الهدف هذا ما جاء من فراغ، كان نتاج العمل السابق اللي كنت أعمله، وجاء الوقت اللي الله كرمني إني أقدم نفسي في يوم مهم للوطن. كان الوجه القادم اللي تحدى فيه ناصر الجوهر الإعلاميين بالفعل، وقال إنه هذا لاعب ناصر الجوهر مدرب المنتخب الوطني. بعد هالبطولة كان في مشاركة في كأس العالم، أعتقد أنك أنت لم تكن مع المنتخب في تلك البطولة، صح؟ هو في البداية أنا كنت مع المنتخب في التصفيات، وأيضا أنا من القائمة الأولية ذهبت مع المنتخب لليابان كأس العالم 2002، ولكن كانت القائمة 28 لاعب، ولازم قبل البطولة ب5 أيام تكون القائمة 24 لاعب. لا، يجب استبعاد 4 من اللاعبين، فكنت أنا من ال4 اللاعبين المستبعدين. ولكن في البداية أنا كنت متواجد قبل البدء في النهائيات. نعم. ذهبت مع المنتخب لليابان ولكني لم أشارك. كنت متوقع أنك يتم استبعادك صالح؟ حقيقة ما كنت متوقع، لأنه أنا هذاك الموسم زي ما ذكرت لك كان موسم استثنائي بالنسبة لي، وكنت حتى يعني على مستوى الدوري وعلى مستوى الموسم يعني من اللاعبين المميزين، وأيضا على المركز اللي كنت ألعب فيه كنت من اللاعبين اللي منافس على المركز. لكن في النهاية هذه كرة القدم يعني، وخاصة المنتخب يكون عند المدربين خيارات مختلفة، ويكون عندهم أكثر من لاعب وأكثر من نظرة، وهذه يعني ما حاولت الحظ المشاركة. ما حاولت تعرف إيش السبب يعني يا صالح؟ لا أكيد في الموجود، والسبب يعني أنه المدرب عنده خيارات وعنده لاعبين آخرين، وهذا هو كان السبب، لا أقل ولا أكثر. وطبعا لما كل ما يقل العدد كل ما تنحصر الخيارات عند المدرب. طبعا أنت كلاعب شاب صالح يعني، ويتم استبعادك وأنت تقدم مستويات كبيرة جدا، يعني برأيك يعني ما يدخل لك كذا نوع من الإحباط، يعني إنه أنا يعني قدمت شيء مميز ويتم استبعادي يعني في بطولة مهمة جدا يتمناها أي لاعب؟ أكيد هذا الشيء يأثر عليك كلاعب، ولكن لا يجب عليك إنك تتجاوزه. وأنا والله الحمد يعني فترتها تأثرت، لكن بعد كده تجاوزته مع الموسم، لأنه كان انتهاء موسم. مع الموسم الذي لي يعني بدأت بدافع كبير وبعمل جديد، ونسيت يعني كل حاجة. ممتاز. طب صالح بنرجعك شوي للنادي الأهلي، يعني أنت كلاعب ومثلت الأهلي وحققت معه بطولات، يعني بطولة الدوري يمكن استصعت عليكم شوية، يمكن أنتم اللي صعبتوا على نفسكم، يعني ما أدري إيش السبب. يعني أنت برأيك يا صالح كلاعب، أنا أسألك كلام مش كمدرب، إيش الأسباب اللي خلاها تكون صعبة عليكم بطولة الدوري؟ والله ما كانت هي صعبة، إحنا يمكن الفترة يمكن لعبنا نهائي الدوري يمكن 3 مرات، كنا منافسين بشكل كبير على الدوري، وكنا المرشح الأقوى له، ولكن هو سوء طالع يكون في النهائي. بعض الأحيان يعني عدم توفيق، في بعض النهايات خسرناها بعض الأخطاء التحكيمية. أنا ما أقول إنها مثلا أشياء مستقصدة، ولكن كان في أخطاء تحكيمية أثرت وراحت من النهايات بسبب أخطاء تحكيمية. هذا هو يمكن أكثر شيء كان. ولا إحنا نافسنا على الدوري، نافسنا على كل البطولات كلها حققناها، والدوري لعبنا على النهايات أكثر من مرة، ولكن طالع سواء كان في عدم توفيق أو في أخطاء تحكيمية صادفت هذه النهايات، ما قدرنا نحقق بطولة الدوري. البعض صالح ممكن يقول انه الدوري يحتاج الى نوعية من اللاعبين يعني كي يتم تحقيقه، يعني تذهب مع هذا الحديث ولا انه اللاعب هو نفس اللاعب يعني؟ طيب هذه النهايات لو حققناها يعني في بعض النهايات راح فرق هدف، في بعض النهايات يعني هذه النهايات لو حققناها ما كان الكلام هذا سمعناه.
لأنه في النهاية نوصلنا النهاية باقي هذه وتنتهي. وفي أيضا بعض النهايات احنا لعبناها واحنا كنا الأول، لعبنا مع الرابع، كان أيام المربع الذهبي. المربع نعم. إيه، هو الرابع أخذ الدوري علينا، فأنت الأول افترض أنت تأخذ الدوري، ولكن هذه هذا النظام. فبرضو النظام برضو وقتها ما كان أيضا من الأشياء اللي كان الحظ فيها سيء، إنه النظام ما حالفنا فيها إن نحقق الدوري، اللي هو نظام المربع الذهبي. اللي هو نظام المربع الذهبي. يعني إحنا كنا متصدرين الدوري، ولكن نظام المربع ما قدرنا من خلاله وما توفقنا أن نأخذ الدوري من خلال هذا النظام. فهي سوء طالع وحظ، يعني ما كان لا أقل ولا أكثر، ما لها دخل في لاعبين وعدم لاعبين. هذول اللاعبين حققوا كل البطولات ووصلوا النهائي في الدوري، ومثلوا المنتخبات يعني، وكانوا نجوم في المنتخبات وركائز أساسية كمان في المنتخب. نعم. طب كابتن، يعني خسرناك مبكر كابتن، يعني انت يمكن خسرناك وانت لسه صغير، يعني ايش الاسباب كابتن؟ والله شوف، أنا أقول لك ممكن من الأسباب هذه البطولات، خاصة بطولة الدوري لما تنافس عليها وما تحققها دائما مع في الأندية الكبيرة، الموسم الذي يليه صاحبه تغييرات إدارية، تغييرات مدربين، تغييرات حتى على مستوى اللاعبين، يكون فيها ضغوطات على اللاعبين. فكثرة التغييرات هذه الإدارية وخاصة لصاحبة النادي الفترات هذه أفقدت النادي نجوم كثير. هذا أنا رأيي الشخصي. ابتعاد النجوم كل موسم، يعني يبتعد نجم، هذا أثر على النادي. أنا كنت أحد هؤلاء النجوم اللي لما يعني وصلنا مرحلة معينة من العمر، خلاص الموسم الذي يكون فيه تجديد في الإدارات، في اللاعبين، في المدربين بشكل عام، فيكون في أحد الضحايا. فأنا أعتقد أني كنت أحد هذه الضحايا. يعني تم التغيير من خلال تغيير الإدارة، تغيير المدرب، أيضا تغيير اللاعبين بالشكل هذا. وكانت يعني مستمرة في تلك الفترة، يعني كل موسم تلاقي في لاعبين بيروحوا بسبب العدد. وأنا الموسم الأخير يعني كان عندي إصابة، وكنت ما أشارك بشكل مستمر مع الفريق. ما أقدر أقول لك إصابة مزمنة، ولكن كانت تبعدني عن مباريات كثيرة. فكان الموسم اللي أنا ابتعدت فيه كان فيه قرار تقليص عدد اللاعبين من 40 لاعب قائمة في كل نادي إلى 30 لاعب. فكان الخيارات محدودة أيضا عند الأندية، فأي إدارة جديدة تجي فتبحث عن كلها آراء، كلها يعني قناعات معينة، فتختار 30 حسب ما هي تشوف، 30 لاعب حسب ما هي تشوف. كابتن، بعد ذلك فترة، يمكن قعدت فترة أنت كذا يمكن بينك وبين نفسك، وبعد ذلك توجهت للتدريب، يعني ما شاء الله تبارك الله الآن حصلت على شهادات تدريبية. يعني يا ريت تحكينا، يعني هل هذه فكرة التدريب موجودة عندك من فترة؟ يعني اشرح لنا كيف توجهك للتدريب يعني من بعد الأهلي يعني. والله شوف، طبعا أنا خلال فترة مسيرتي في اللعب ومع مدربين كثير مروا علي، وصلت مرحلة نضوج ومرحلة إدراك كبير في الملعب، وحتى أيضا شغف في التدريبات مع المدربين. كنت دائما ما أساعد في نجاح التدريبات بحكم حبي لبعض التدريبات وبعض الجمل فهذا ولد عندي ميول للتدريب. فأنا أول ما فكرت أوقف من اللعبة اتجه للتدريب. وأيضا كان فيه عامل مساعد اللي هو تواجد أكاديمية مثل أكاديمية النادي الأهلي، اللي من خلالها تستطيع أنك توقف على قدمك بشكل مميز كمدرب وتصقلك بشكل كبير. فكان عندي خيار ممتاز وخيار يساعدني إني أقدم نفسي وإني أبدأ في التدريب. فما ترددت إني أكون أو أبدأ مشواري التدريبي. هذه كانت يعني بدايتي. طبعا والتحقت في الأكاديمية يعني، ودربت أنت كابتن أو كنت مع المدربين يعني من كثير من المدارس التدريبية اللي أشرفت على الأكاديمية. بكل تأكيد يا كابتن إنك استفدت من هذه المدارس يعني، وهي المدارس اللي أنت ممكن استفدت منها أكثر اللي أشرفت على الأكاديمية كابتن؟ والله من حسن حظي أنا أول ما بدأت في التدريب كان متواجد مدرسة أجاكس الهولندية، فكانت تشرف على العمل في الأكاديمية. فتواجدت أنا مع هذه المدرسة
وصقلت من خلالها بشكل كبير ولله الحمد، لأنه هذه المدرسة ميزتها ما تسقل بس لاعبين، حتى تسقل المدربين، توقفهم بشكل مميز. أنا ما أقول هذا الكلام يعني مجاملة ولا أساس أني أنا أتكلم عن نفسي، ولكن أيضا بعد المدرسة الهولندية عملت مع مدرسة سبورتنج لشبونة البرتغالي، أيضا بعدها التحقت كمدرب مساعد مع المنتخب السعودي للبراعم، وكان في عهد المدرب لوبيز الأسباني، والمدرسة الأسبانية كانت متواجدة مع المنتخبات وعملت معاهم. فأنا مرت على أكثر من مدرسة، ولكن المدرسة الهولندية أقول لك المدرسة الهولندية هي المدرسة اللي أنا والله الحمد فضل من الله أني قدرت أبدأ من خلالها، لأنها مدرسة استفدت منها الكثير وكان لها أثر. أنا أشوف حتى الآن أنها توقف المدرب بشكل أقوى وأفضل داخل الميدان، وهذا أنا أعتبر محسود يعني، لأن المدرسة الهولندية تهتم حتى في المدرب على انضباطية المدرب، على اهتمامه في الوحدة التدريبية بأوقاتها، بمدتها، بوقفة المدرب في التدريب، تعامل المدرب مع الأهداف الفنية في الوحدة التدريبية، في العمل التدريبي، أشياء كبيرة. والمدارس الثانية تجد عندهم ثغرات، تجد عندهم بعض الأشياء ما يدققوا عليها، يفوتوها. فالمدرب اللي يقدر إنه يتأسس على بحث يعني أيادي مدرسة هولندية أو مدربين هولنديين، هذا يكون في خفايا كثيرة في الملعب يقدر يوقف عليها بشكل كبير. طبعا صالح، أنت تحدثت الحين عن يمكن 3 مدارس اللي هي الهولندية والبرتغالية وأيضا الإسبانية، يعني وشفتك يعني أشدت كثير بالمدرسة الهولندية. يعني المدرسة الهولندية هي تناسب بيئتنا، تناسب فكرنا، يعني احنا خلينا نتكلم كسعوديين، تناسب لاعبينا اللي هو يعني البراعم والأشبال ولا الشباب، وأيضا الفريق الأول، أم أنه كل فئة عمرية ممكن تناسبها مدرسة معينة كابتن؟ شوف المدرسة الهولندية أنا أشدت فيها في مرحلة التأسيس. في مرحلة التأسيس مهمة للاعبين اللي صقلهم بشكل مميز، فأنا أشوف أفضل مدرسة المدرسة الهولندية. طبعا المدارس الثانية مميزة، ولكن في التأسيس أنا أشيد في الهولندية كمدرسة قوية، إضافة إلى عملها وتميزها في التأسيس ملائمتها للاعب السعودي وللاعب، لأن اللاعب السعودي أو اللاعب المحلي عنده اللي يمتلك المهارة، يمتلك الجميع كموهبة يعني مميزة. المدرسة الهولندية في نظامها وفي عملها تساعد على إبراز هذه الموهبة بشكل مقنن وبشكل مميز، وتوقف اللاعب في الملعب بشكل أقوى. المدرسة الأسبانية، المدرسة البرتغالية، أنا أشوف تميزها في المراحل التي تليها، يعني مثلا بعد الأكبر عمريا، يعني الأكبر عمريا. هذه المدارس تعتمد على جوانب تكتيكية، على جوانب جماعية أكثر من جوانب تقوية الموهبة أو اللاعب الفردي بشكل مميز. هذه أنا وجهة نظري بخصوص التميز المدرسة الهولندية. ممتاز. طبعا أنت كملت وأخذت دورات، وأعتقد أن عندك شهادة A إذا أنا غلطان، ولا كنت يعني أخذت أنت A اللي هي أكثر شيء، صح؟ إيه طبعا هذه تعتبر رخص التدريبية. طبعا في دورات تدريبية وفي رخص. الرخص هذه تكون معتمدة من الاتحاد الدولي، عكس الدورات التدريبية هي إضافة للمدربين، ولكن المعتمدة بتكون الرخص. طبعا هي تبدأ برخصة التدريب السي وبعدين البي وبعدين الأ. كل ما بين رخصة ورخصة لازم إنه المدرب يشتغل موسمين، بعد كذا يستحق الرخصة التي تليها أو يستحق الالتحاق في الرخصة التي تليها. فللحمد أنا حصلت على السي وبعد ذلك الرخصة البي، وآخرها يعني حصلت على رخصة تدريبية الآ. طبعا الرخص هذه ممكن رخصة السي تستطيع أنك تدرب فيها على مستوى المراحل السنية، رخصة البي تقدر تمارس فيها تدريب على مستوى الفريق الأولمبي، رخصة الآ تستطيع أنك تمارس فيها التدريب على مستوى الفريق الأول أو المنتخب الأول. وهذا يعني نظام وضع الفيفا ووضعته الاتحادات الآسيوي والأوروبي والأفريقي كلها.
طبعا يمكن البعض الآن هو يستمع لنا كابتن، يمكن يرى نقول لك إنه كثير مدربين حصلوا على السي والبي والA، لكن يعني ممكن يراها أنها سهلة أيضا في الحصول عليها. لدينا يمكن مدربين وطنيين كثير عندهم الA، لكن للأسف الشديد لا نجد يعني مدربين وطنيين مستلمين يعني القيادة على مستوى الفريق الأول. أنا أتحدث يعني أكيد. شوف، هذه المشكلة مش في المدربين السعوديين، أنا أقول لك إياها، مدربين مظلومين، مدربين يعني مظلومين وبشكل عام، سواء وأنا أقولها يعني من خلال منبركم، ويمكن ذكرت من بعض الأشخاص، ولكن أنا أكد عليها أن المدرب السعودي مدرب مظلوم هنا في البلد هذه تحديدا، سواء من الإعلام، سواء من الشارع الرياضي أو من الجمهور الرياضي. احنا نظرتنا للمدرب الأجنبي هي أنه هو الأميز والأفضل، مو بس من الشارع الرياضي، أيضا من إدارات الأندية، من رؤساء الأندية. يعني احنا حتى نجد أندية درجة أولى، أندية درجة ثانية، للأسف يفضلوا المدرب الأجنبي على السعودي أو المحلي رغم الفرق الكفاءات. حتى إنه ممكن يجيبون لاعب مدرب عربي بعد، وهنا مدربين يعني أكفاء، يعني في مدربين عرب يعني مثلا المصري، التونسي، الجزائري، مدربين في أيضا أظن عندهم مدربين كفاءة، ولكن ما هم أكفأ من المدرب السعودي. أنا أقصد إنه لدينا حنا مدربين كفاء ممكن يستلمون يعني زمام الأمور يعني. نجد إنه رؤساء الأندية يتجهون لهؤلاء المدربين، ويكون عندهم من الكفاءات مدربين سعوديين ما يستعينون فيهم. أيضا نظام الاتحاد السعودي نظام، أنا أقول لك نظام مجحف بخصوص المدرب السعودي. كيف؟ ما في أي أنظمة تساعد على تطوير المدرب السعودي وعلى إلزام الأندية بإعطاء المدرب السعودي فرصة. يعني أنت لما تتكلم على الدورات وعلى الشهادات واللي يمتلكون هذا المدربين، ليش ما ياخذون فرصهم في الأندية؟ ليش أنا كاتحاد ما أجبر رؤساء الأندية على إعطاء المدربين الفرص؟ وخاصة إنه أنا كاتحاد يعني يجب أن أعلم إنه ما تقوم رياضة أي بلد بعدم الاهتمام بالمدرب الوطني. اليابان ما تطوروا إلا بعد ما اهتموا في المدرب الوطني، ودول شرق آسيا ما تطوروا إلا بعد ما اهتموا بمدربينها، لأنه ما يتطور اللاعب إلا إذا تطور المدرب. اليابان من ضمن أنظمتها واضع تطوير اللاعب بعد تطوير المدرب، حاطة رقم 1 تطوير المدرب، رقم 2 تطوير اللاعب. لما جينا سألناهم ليش حاطين 1 تطوير المدرب 2 تطوير اللاعب، قالوا لأنه المدرب هو اللي يطور اللاعب. فإذا المدرب المحلي ما عنده القدرة أنه يطور اللاعب ما هيتطور. فإحنا مشكلتنا مهملين المدرب الوطني، فنجي نقول وين اللاعبين وين مواهبنا، لأنه اللي يكتشفوهم أو اللي يعطوهم الفرص ناس مهملين، ما هم ماخذين حقهم. لو نرجع للتاريخ، بروزنا ونجوميتنا على مستوى آسيا كانت على أيادي مدربين سعوديين. صحيح. لكن مشكلتنا احنا نطالع دائما للأشقر، ورغم الأخطاء اللي يعملوها ورغم المبالغ اللي يأخذوها ورغم في النهاية يعني يمكن ما يقدم الشيء الكثير، ولكن في النهاية نظل أسيرين في نظرتنا عليهم. هذا أنا أقول لك السبب اللي يخلي المدربين اللي يحملون هذه الشهادات ما يأخذون حقهم. يعني طبعا كابتن صالح، يعني تجربة اللاعب والمدرب القدير الكابتن سامي الجابر يعني مع الهلال يعني كانت نافذة لكم جميلة جدا مع الكابتن سامي، كيف كنت تراها وكنت تابعها؟ والله شوف، سامي مدرب يمكن خبرته وتجربته ساعدته بشكل كبير، اسمه الكبير أيضا ساعده على أنه يمسك التدريب في نادي كبير مثل الهلال. لكن أنا أقول لك من قبل سامي المفترض يكون النافذة دي موجودة للمدرب السعودي. ليش أنا أنتظر لين ما يجي سامي أو أي اسم آخر يكون نافذة؟ ما أحتاج أنا هذا الشيء، لازم يكون في عمل من قبل الاتحاد السعودي واضح. يعني قبل يمكن 3 مواسم كان في قرار انه الدوري الاولمبي يكون فيها مدرب سعودي بنسبة 50%. نعم. وفين راح هذا القرار؟ بعد كذا ما شفناه، راح أدراج الرياح.
بدل ما يصير 50% صار 0%. بس كابتن الآن طيب احنا بنشوف على المستوى القطاعات السنية كابتن راشد، الكابتن سعد الشهري، يعني كابتن يوسف أيضا كمساعد وأيضا درب، أيضا تواجدكم أنتم فيه حتى على المستوى البراعم، يعني هذه شيء يعني مؤشر إيجابي إن شاء الله نشوفه في المستقبل أكثر وأكثر. إيه بس ليش احنا نشتغل ببطء؟ ليش؟ يعني انت هذه المؤشرات ظهرت لما يعني زي هذا اللي ذكرتهم انا في غيرنا كثير. كابتن عمر ليش ما يظهرون؟ ايوه ليش ما يظهرون؟ ما ليش ما يظهرون في انديتهم بالدرجه الاولى والثانيه على مستوى الفريق الاول في كل نادي؟ ليش الانديه الدرجه الاولى والثانيه الفئات السنيه في الانديه هذه ماسكينها يعني ناس عرب وناس اجانب وناس يجوا ياخذوا CV عندنا؟ انا اديك مثال وانا متعايش لهذا الوضع. عندنا في اكاديميه الاهلي وفي ايضا الانديه الثانيه يجوا مدربين اجانب مو بس عرب ياخذوا CV انهم دربوا في اكاديميه الاهلي وفي النادي الهلال وفي نادي النصر وفي براعم النصر وفي براعم الشباب ويروح فيها يدرب فيها في الخليج. هو يجي اصلا ما عنده اي CV ولا عنده اي شهاده قويه تشفع له انه يجي هنا، اصلا ياخذ CV من عندك ويروح يدرب فيها. يبغالك تغير اسمك كابتن أجلك؟ لا انا ما اتكلم، انا عن نفسي لله الحمد يعني خطواتي. لا انا اقصد كلاعب، هي من نوع من المداعبه انك تغير اسمك الى اسم اجنبي ربما انه تجد احد يتعاقد يعني. لا والله الحمد، انا اتكلم عن نفسي. انا عقدي من يوم ما بدأت التدريب اموري لله الحمد جيده وماشي بخطى يعني ممتازه ولله الحمد، والان انا مع المنتخب. لكن اتكلم انا بلسان غيري، اتكلم مثلا عن غيري لانه شايف المعنى قدام انت بتتحدث عن لسان المدرب الوطني كابتن. بالضبط. شايف المعنى قدام عيني يعني في اذا انا اكل غيري ما ياكل ليش؟ طيب هذا وفي كفاء، في مدربين كفاء. نعم. انت قبل شوي اشدت بالتجربه الهولنديه، الان مدرب المنتخب الاول مدرب هولندي، كيف يعني ترى هالمدرسه يعني مع المنتخب الاول كابتن؟ ممتازه جدا. انا اشوف اللاعبين محتاجين. اشوف المدرسه الهولنديه ميزتها انها جامعه ما بين الاهتمام بالجوانب الفرديه والجماعيه والانضباطيه. يعني اللاعب السعودي لاعب مهاري، لاعب يحب يبدع غير ما يكون في توجيهات صارمة. فدائما المدربين اللاتينيين يعني البرازيليين الأرجنتينيين هم اللي يتناسبون مع اللاعب السعودي. لكن مشكلتهم هذول المدربين ما عندهم انضباطية الكافية، فتلاقي بعض الأحيان ما يكون فيه شكل جماعي جميل للمنتخب مع هذول المدربين عكس الأوروبيين. فالمدرب الهولندي يجمع أو المدرسة الهولندية تجمع الحاجتين هذه، تجمع الانضباطية من المدرسة الأوروبية وتجمع الاهتمام بموهبة اللاعب أو بمهارة اللاعب بشكل دقيق. أشوفها مناسبة جدا للكرة السعودية بشكل كبير. طبعا خليني أسألك عن مثلا تشكيلة المنتخب، هل ترى أنه مثلا في لاعبين يستحقون الانضمام للمنتخب وللأسف لم يتم استدعائهم كابتن؟ بالمرحلة الحالية أنا أشوف اللاعبين الموجودين هم الأميز، يعني هم الأميز اللي فارضين نفسهم من خلال الدوري ومن خلال تواجدهم مع أنديتهم. طيب خلينا أرجعك لفريقك السابق الأهلي كابتن. من كذا يمكن خلينا أقول لك من 4 مواسم تحديدا الأهلي قاعد يقدم مستويات كبيرة جدا، مستويات أشادوا فيها الجميع. أنت كأحد لاعبي الأهلي السابقين وأيضا مدرب وطني متابع، كيف شاهدت الأهلي خلال المواسم الماضية؟ أشوف الأهلي من 2011 يعني كان في انتفاضة بالفريق مميزة من جميع النواحي. كانت البداية من الجمهور اللي رجع الفريق للواجهة بشكل قوي، انتفاضة الجمهور اللي كانت مميزة من خلال مؤازرتهم وجماليتهم من خلال المدرج في التيفو وفي الأعمال الكبيرة اللي كانوا يقومون فيها ورجعت الفريق. أيضا المستوى الإداري بتواجد عضو الشرف الأمير خالد بن عبد الله، هذا الرمز الكبير اللي مجهوده يعنم في كل سنة بكل مجهود يشكر عليه. دائما هو اللي يعتبر الأب الروحي لهذا النادي. فكانت وقفته أيضا لها أثر كبير في عودة الأهلي. أيضا على مستوى الاستقطابات اللاعبين الأجانب كان لهم أثر مع الفريق خلال 4 سنوات. فالفريق وقف من جديد
وعادت له هيبته بشكل أكبر، وكان يستحق يعني حتى الدوري من عام 2011 يعني. وميزة الفريق خلال ال4 سنوات هذه اللي ذكرتها في استقرار فني، في استقرار إداري، في منظومة عمل خلقها الرمز الأمير خالد بن عبد الله. هذا اللي الأهلاويين مهما وجهوا له من شكر ما يوفوا حقه، لأنه الوضع اللي يمر فيه الفريق الحالي هذا نتاج العمل ومنظومة العمل اللي بدأها من سنوات مع تغير اللاعبين، مع تغير بعض المدربين، ولكن منظومة العمل واضحة وفيها استقرار. شاهدنا أكثر من نادي يبرز خلال الكم سنة هذه ولكن يختفي، لكن الأهلي هو الثابت دائما، هو المنافس، هو القريب من البطولات. وهذا يدل على عمل أو منظومة عمل كبيرة واضحة من سنوات يعني الفريق مستقر عليها. طبعا الأهلي استقطب قبل موسمين مدرب كبير، مدرب عالمي، بيريرا. طبعا أعتقد أنه يمكن لاحظت منك كثير من الانتقادات للكابتن بيريرا. يعني كابتن، يعني إيش كانت أخطاء الكابتن رغم أنه اسمه الكبير وتدريبه الفريق كبير في البرتغال؟ بيريرا مدرب صراحة اسمه وشاتري، يعني ما هو أنا اللي أتكلم عنه لأنه هو اسم كبير في التدريب، ولكن ممكن هو ما وفق مع فريقنا الأهلي، لأنه كان أنا أعتقد ما هو على مستوى التدريب قدر ما هو على مستوى شخصية المدرب، ما كانت جيدة في مرحلة إشرافه على الفريق. كان دائما مشدود، كان دائما متحامل، كان دائما يعني أيضا مع المستوى الفني أنا أشوف يعني كان في عنده مثلا بعض الأخطاء، بخصوص ما تعامل مع أدواته بشكل جيد. يعني كان عندهم لاعب زي فيكتور ما كان مقتنع فيه، زي لاعب زي برونو، لاعبين يعني أدوات قوية للفريق، كان يعني حملها وهمشها. بعد كذا يعني راهن على لاعبين انهم حيكونوا افضل، ولكن للاسف ما كانوا على قدر الرهان اللي هو راهن على مثلا اللاعب الكوري سوك. فكانت هذه ملاحظات يعني المدرب، وكان هو في الحقيقة عنده اسلوب لعب وطريقة لعب انا اشوفها كانت حتغير شكل الكورة، مو بس في السعودية حتى في الشرق الاوسط. حيكون الاهلي مع هذا المدرب يعني يروح مراحل ابعد، ولكن هو اعتقد ما وفق في الأدوات اللي تختم طريقة لعبه وقدر يستفيد منها بشكل كبير. فكانت هذه ملاحظتي على المدرب. ولا كانت كرة الأهلي معه جدا جميلة، يعني الأهلي مع بيريرا كان أكثر فريق يستحوذ على اللعب، وهذا الشيء الأهلي ما كان يمر فيه من قبل مع مدربين كثير. أنا أشوف الشيء اللي كان ما ساعده عدم اختياره الأدوات بشكل جيد، وأهمل بعض الأدوات اللي تساعده على أنه يبان ويبرز بشكل أكبر بسبب شخصيته أنا أشوفها اللي أثرت على عمله. فكان هذه بس ما انتقاد وملاحظتي عليه. نعم. طبعا السيد جروس الآن المدرب النادي الأهلي خلال موسمين يعني وضع بصمة فنية مميزة على الفريق، نافس على بطولة الدوري العام الماضي، السنة هذه هو الآن متصدر خلال الدور الأول. كيف ترى جروس وفي الفريق الأهلي الآن من الموسم الماضي إلى الآن؟ يعني طبعا جروس من العام الماضي عمل فريق منظم، فريق متوازن، يلعب كرة واقعية، مدرب استطاع يوظف أدواته بشكل جيد مع الفريق. أيضا كان في بعض الاستقطابات يعني مثلا زي المهاجم عمر السومة، قدر المدرب أنه يستفيد من هذا اللاعب ويوظف إمكانياته بشكل كبير للفريق ويوفق مع تكتيك المدرب. فجروس في الحقيقة عمل نقلة في شكل الأهلي، إلى الآن 48 مباراة بدون هزيمة، هذا يعني شيء كبير بسبب واقعيته في اللعب. يلعب كورة متوازنة، يلعب كورة على مدار 90 دقيقة، ما يلعب مثلا كمدرب مثلا تقدر تقول مدرب نهجه دفاعي أو مدرب نهجه هجوم. لا، مدرب يلعب على معطيات المباراة بشكل كامل على مدار 90 دقيقة، يتعامل مع ظروف المباريات بشكل جيد، يستخدم أدواته، وأيضا يمتلك طريقة لعب أو سلاح الهجوم من الأطراف، وهذا السلاح قوي في اللعب. أي مدرب يتمكن من هذا الأسلوب
ويستطيع ينسجم مع لاعبين على هذا الأسلوب، من الصعب أنك تفوز عليه حتى لو كنت أنت قاري هذا الفريق وعارف أنه أسلوب من الأطراف، ولكن هذا الفريق واقف بأسلوبه هذا بشكل كبير بشكل فعال، من الصعب أنك تفوز عليه. وهذه ميزة الجروس مع الأهلي. أنت قلت تتعامل بطريقة واقعية وانضباط، ويعني تحدث بألفاظ فنية يا كابتن، يعني وضحها لي كيف يعني بواقعية وانضباط أثناء المباراة أنت تتحدث طبعا. وأكيد أشوف جروس يعتمد في الحالة الهجومية على الهجوم من الأطراف، وكرة الهجوم من الأطراف كرة متعبة لأي منافس متى ما كانت فعالة، ومدرب يعني مع لاعبينه قادر انه يطبقها بشكل جيد، او لاعبين يطبقونها معه بشكل جيد، لانه تجبر دائما المنافس على العودة، تجبر المنافس دائما على تراجع، دائما يبعد المنافس عن مرماه. فهذه الطريقة يعني متعبة المنافس في الحالة الهجومية. ايضا المدرب جروس في الحالة الدفاعية عنده طريقة يستخدم طريقة الضغط المتوسط، اللي هو يعمل توازن للفريق، حالة الربط بين خط الدفاع وخط الوسط. هذه تعمل صعوبة لدى المنافس في انك انت تقدر توصل للمرمى الأهلي. فهذه المعطيات اللي يعتمدها المدرب هي اللي تدي الفريق بشكل عام يكون فريق متوازن على مدار 90 دقيقة. وهذه سر يعني أنا أشوف قوة الفريق مع جروس في التعامل وفي المعطيات الفنية هذه، في حالة الكرة مع الفريق، كيف بيلعب الكرة على الفريق، كيف بيلعب. فهذا من أسرار الفنية اللي جروس يعتمدها، واللي موقف الفريق بشكل كبير حتى رغم الظروف اللي مر فيها الفريق من غيابات لاعبين، بعض الأحيان لاعبين مؤثرين، ولكن في النهاية الفريق ما يخسر بسبب العمل الفني هذا اللي وصل فيه مرحلة انسجام كبيرة مع اللاعبين من العام الماضي. أنت تقصد كابتن يعني الخطط هذه اللي هي الضغط المتوسط اللي ذكرته، هذه في كل مباراة ولا كل مباراة لها طريقتها الخاصة فيها؟ طبعا لا، هذا فلسفة المدرب ومنهجيته مع الفريق في كل المباريات، وهذه يعني كل مدرب يعتمد له طريقة في الحالة الهجومية وفي الحالة الدفاعية مع فريقه. إيش يسمى الأسلوب في التدريب؟ أسلوبي أنا طريقة اللعب واضحة، لكن أسلوبي في حالة الكرة معايا إيش أسوي، كرة علي في الأسلوب إيش أسوي. وهذا يكون محفظ فيه مع اللاعبين، وكل ما المدرب أخذ وقت كافي مع اللاعبين زي الآن المدرب جروس الموسم الثاني مع الفريق، فيعتبر له فترة طويلة، فكل ما الفريق وقف معه على أسلوبه بشكل أقوى. هذا هو اللي أنا أقصده. فالفريق مع المدرب يعتمد على أسلوب متوازن وطريقة واقعية متعبة للمنافسين، سواء في الحالة الهجومية أو في الحالة الدفاعية. طيب الأدوات ساعدتك كابتن الموجودة في الأهلي؟ هو طبعا في أدوات أيضا السنة هذه ساعدت على تمييز الفريق مع زي المدرب جروس، يعني إضافة علي الزبادي في الظهير اليمين، أيضا بروز سلمان المؤشر بشكل كبير في الطرف الأيمن كلاعب طرف، أيضا زاد من فاعلية أسلوبه في اللي ذكرناه الهجوم من الأطراف، أدى إضافة كبيرة في هذا المكان. أيضا بروز أيضا حسين المقهوي في وسط الملعب ساعد بشكل كبير على الإضافة الفنية، سواء في الحالة الدفاعية اللي قلنا أنا الضغط المتوسط مع هذا اللاعب، أيضا في الحالة الهجومية في تفعيل الهجوم من الأطراف. فهذه أدوات كانت إضافية كمان أضافت للمدرب أنه يطبق ويفعل أسلوبه بشكل أكبر مع هذا الفريق. أيضا السنة هذه عمل إضافة أنا أشوفها لاحظتها تختلف عن العام الماضي. السنة هذه دخل أنا أشوف في المباريات الكبيرة استخدم أسلوب ثاني اللي هو الضغط العالي. العام الماضي ما شاهدتها مع جروس الضغط العالي، لكن يعني إيش المقصود فيها الضغط العالي كابتن؟ وضح. الضغط العالي اللي هو ضغط اللاعبين على في منطقة الخصم، يعني في ملعب المنافس، على الفريق المنافس في ملعب المنافس. هذه الطريقة عملها ضد الاتحاد في الدوري وكسب 3-0، انهاها من الشوط الأول. عملها مع النصر، انهى النصر من الشوط الأول. أيضا عملها مع الهلال في مباراة الدوري في الرياض، واستطاع انه من الشوط الأول يمكن يكسب المباراة على الهلال. ففي المباريات الكبيرة لاحظت استخدامها. طب ما تحتاج كابتن إلى مجهود وافر من اللاعبين نفسهم؟ هو شوف تحتاج مجهود وانضباطية أكثر.
أكثر من، فكل ما كان اللاعبين قادرين أنهم يطبقونها ومنسجمين عليها فيها مجهود، ولكن كل ما كان في انضباطية كل ما المجهود قل، كان في انسجام واضح مع اللاعبين. لاحظت هذا الأسلوب انتهجه الموسم هذا عكس الموسم الماضي. ممتاز. طيب كابتن، يمكن أنت الآن قاعد تشيد فيه بطريقته بنهجه وبأساليبه، يعني أكيد يعني كشفتم في سلبيات على المدرب يعني كابتن؟ أكيد أي مدرب لا يخلو من الأخطاء، وهذا يعني طبيعي، ما في مدرب في العالم أو لابد يكون في عنده بعض الأخطاء وبعض حتى بعض القراءات يمكن ما يتوفق فيها، وجميع المدربين، وهذا شيء طبيعي. فأيضا جروس أنا من الملاحظات اللي أتمنى يفعلها أكثر. يعني المدرب الآن محتاج لاعب يساعده في الاستحواذ. يعني الأهلي الآن 48 مباراة بلا هزيمة، ولكنه في كثير من المباريات ما يستحوذ على اللعب رغم جماليته، رغم فوزه، رغم هذا، ولكنه ما يستحوذ على اللعب. هذا من الأشياء اللي أنا أشوفها محتاج المدرب إنه يفعلها. أيضا فيه حالة أخرى، توظيف اللاعبين بعض الأحيان المدرب أشوفه ما يتوفق فيه. مثلا لما نشاهد إنه يلاعب محمد أمان كمحور ارتكاز، يعني يكون عنده خيارات أفضل، مثلا لاعب كظهير يسار، وفي عنده لاعبين مثلا زي منصور الحربي متواجد. ففي بعض يعني زي هذا التوظيف الخاطئ لبعض اللاعبين هو اللي ملاحظ على المدرب. طب كابتن، يعني أنا بختم معك، يعني تتوقع الأهلي فين يوصل السنة هذه كابتن؟ شوف الأهلي الآن الفترة الشتوية، أنا أقول لك لو يتوفق بمحترف أجنبي على مستوى عالي يساعده في الاستحواذ في وسط الملعب، توقع الأهلي قريب جدا من بطولة الدوري، وأيضا من بطولة آسيا، مو بس الدوري، ولكن يحتاج إلى تدعيم أدواته بشكل أقوى، لأن الأهلي لو نشاهد الدكة ما هي قوية بشكل كبير، فلو يعني يكون عنده تقوية للدكة بشكل أفضل حيروح المكان يعني أبعد من بطولة الدوري كمان. فأنا هذا اللي أشوف الأهلي لو يتوفق فيه. أيضا هذه الأدوات حتساعد المدرب على تفعيل عمله بشكل كبير، حيوصل في عمل المراحل أبعد. فهذا اللي أنا أشوف الأهلي. لكن إذا الأهلي استمر بنفس وضعه الحالي فممكن يواجه صعوبات في الدور الثاني مع ضغط المباريات، حيفتقد بعض الأدوات، حيفتقد بعض اللاعبين المميزين، يمكن يخسرهم في مباريات مهمة، وهنا حيكون في مشكلة كبيرة على الفريق. ممتاز. طبعا كابتن بعطيك، أنا تعود دائما مع ضيوفي إني أعطيهم دقيقة، حابين يقول شيء فيها، مطلق الحرية لك كابتن، إيش حاب تقول في الدقيقة هذه؟ أول شيء يعني أشيد في قناة الUFM، قناة المميزة، وإن شاء الله نشاهد تميزها في الفترات القادمة. أيضا أحب أشكرك أخ ظفر الله على هذا اللقاء، وإن شاء الله مزيد من التميز لك وللقائمين على هذه القناة الجميلة. طبعا حنا في نهاية اللقاء طبعا لا يسعنا إلا أن نتقدم بالشكر الوفير للنجم الأنيق صالح المحمدي على تقبل الدعوة لبرنامجنا، ونتمنى له التوفيق في مشواره أيضا التدريبي. كما أتقدم بالشكر لكم أنتم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع والمتابعة، على أن ألتقيكم مع ضيف آخر ولقاء خاص آخر جديد. دمتم على خير. لقاء خاص.